لو في شخص رفضك ومش قادر تتعدى الموقف، هتعمل 3 خطوات عقلية هيخلوك تتقبل فكرة الرفض تماما. أول خطوة، لازم تبقى متأكد ان الشخص اللي رفضك ده هو كمان بيترفض من ناس تانية، وتتخيل ان هو كمان منبهر بشخص تاني وبيجري وراه وعايز يتعرف عليه، والشخص التاني ده مش شايفه ولا معبره وبيتقل عليه وبيكون شايفه شخص قليل ومش مناسب. وتتخيل ان هو كمان بيحصل له مواقف محرجة وبيبقى مش واثق من نفسه فيها وبيتقل منه، لان ده شيء طبيعي. كل شخص بيبص للي اعلى منه، وكل شخص بيحصل له مواقف اكبر منه. فساعتها لو انت ثقتك بنفسك كانت هنا، ساعتها هتبقى عليت وهتبقى هنا. لكن طول ما انت شايف صورته بانبهار، هتفضل شايف نفسك اقل وهتفضل شايفه هو شخص واو. كل المشكلة هو ان انت منبهر بشخص، مجرد اصلا ما تقرب وتشوف العيوب هتلاقي ان هو شخص زيه زيك، بس جريك وراه وكل ما هو بيرفض انت بتجري وراه اكتر، هو ده اللي بيزيد الانبهار جواك. انت شايفه احسن حد في الكون، بس غيرك شايفه عادي. بصله بنظرة غيرك، هتلاقي ان هو عادي فعلا، وساعتها هتحس ان انت اعلى بكتير، لان انت هيأت لعقلك ان هو يشوفه بشكل بني ادم طبيعي. رقم 2، لازم عشان تتعدى فكرة الرفض لازم تبقى مؤمن جدا ان في حاجة اسمها رفض اصلا. بمعنى ان لو انت ملاك نازل من السماء، في ناس مش هتتقبلك حتى لو انت ملاك. هم يا سيدي مش عايزين ملاك، هم بيدوروا على شخص لعبي. فلما لقوك ملاك ومحترم ومش لاقيين الشخص ده منك، فساعتها لا، ده مش مناسب معانا. فهنا انت الشخص المحترم اللي مفيش مشكلة فيه، والمشكلة منهم هم. رقم 3، ودي اهم حاجة، لازم تبقى عارف ان انت اللي متحكم في فكرة الرفض نفسها اللي حصلت منه. ازاي يا نور مش هو اللي رافضني؟ هقولك ازاي. كل حاجة بتحصل بيبقى سببها احنا. هنا الشخص ده انت عملت له حاجة خليته ان هو يرفضك، لو انت ما عملتهاش مش هيرفضك. يبقى كده مين اللي متحكم؟ انت مدي للشخص ده حاجة زيادة، انت مدي للشخص ده قيمة. القيمة دي لو انت تحكمت انت ممكن تسحبها منه في ثانية، ويبقى انت كده اللي متحكم في الموضوع كله. ساعتها مفيش حد هيبقى رافض التاني. لو انت كنت هنا، انت ساعتها لو سحبت القيمة اللي انت مديها له هتكون زيك زيه، يعني لا هو رافضك ولا انت رافضه. يعني تخيل لو انت بتجري وراه، مين اللي متحكم هنا ان هو يوقف الفعل اللي هو بيعمله ويرجع؟ انت. لكن الشخص ده ما بيعملش حاجة، هو مجرد رد فعل. طب لو الشخص ده مبسوط قوي بجريك وراه ومتكيف جدا، وكل ما بتجري وراه اكتر كل ما بيطنشك وبيتقل عليك وبيرفضك اكتر، يبقى انت هنا قدامك ضحية سهل جدا ان انت تلعب بيها، لان هو انبساطه بيزيد حسب معدل جريانك وراه، وده معناه ان نقطة ضعفه عندك. يبقى هنا مين اللي متحكم في كل الجري ده؟ ومين اللي متحكم في انبساط الشخص ده نفسه؟ ان هو ممكن في ثانية ينزله الارض، وممكن في لحظة اقلب كل ده عليك.